انت فاهم النجاح غلط. لو فاكر ان النجاح بيجي بالموهبة والحماس بس، فانت محتاج تكمل فيديو للآخر، لان في الفيديو ده هنتكلم عن النجاح، حاجات مخفية فيه بس. فلو بتحب تغير تفكيرك وتفهم صح، كمل الفيديو للآخر. واكيد يعني هتشترك في القناة. وقبل كل ده خالص، زي ما احنا متعودين، نصلي على النبي ونذكر الله، ندعي لاخواتنا في فلسطين واخواتنا في غزة واخواتنا المسلمين اجمعين بالنصر والعزة والكرامة. بس يلا بينا على الفيديو. يلا بينا على الفيديو. أغلب الناس، ولو ما كانش كلهم، فاكرين النجاح إن أنت تصحى بدري، كلك طاقة، كلك باور، عايز تغير حياتك وعايز تتطور. بس ده بيحصل يوم يومين بالكتير، وبعدها الحماس بيروح، واللي بيفضل بيكمل هو الشخص المعتمد على الاستمرارية، على النجاح مش على المزاج. قالوا لك النجاح حلو، حلو، بس محدش قالك إن النجاح ممل. ان انت تصحى كل يوم بنفس اللي عملته امبارح هتعمله النهارده، هتعمله بكره، هتعمله بعد سنه. فالنجاح ممل، نفس الروتين، نفس العاده، نفس الشغل، مفيش تغير زي ما الناس فاكره. بس اللي محدش واخد باله ان التكرار هو اللي بيعمل نتيجه. محدش قالك برضو ان النجاح بطيء. كل الناس متخيله هتعمل فكره تشتغل عليها يوم اتنين خلاص انت كده نجحت. مفيش الكلام ده. ممكن فيديو فايرال على التيك توك، ممكن تجيب مشاهدات مرة واحدة، بس كده انت هتنزل خلاص. خليك فاكر ان النجاح اللي يجي بسرعة بيروح بنفس السرعة. فناس كتيرة بتبدأ دلوقتي، استنى النتيجة بعد اسبوع اسبوعين، مفيش حاجة، خلاص انا كده كده فاشل، انا كده مش ناجح. مع ان النجاح الحقيقي بياخد شهور ويمكن سنين. الفكرة انك تفضل ماشي حتى لو مش شايف قدامك، بس انت تفضل ماشي ما تقفش. مفيش حد هيجي ينقذك وياخدك من ايدك ويوديك للنجاح. مفيش حد هيساعدك. الحياة مش وردي زي ما انت فاكر، ان في ناس حباك وعايزك تنجح غصب عنك. محدش هيحبك اكتر من نفسك، محدش عايزك ناجح اكتر من نفسك. انت لو مش شايف نفسك ناجح، محدش هيشوفك. انت لو مش مصدق ان انت هتنجح، محدش هيصدقك. انت ذات نفسك مش مصدق نفسك، مستني مين يصدقك؟ بس ففي ناس مستنية الوقت المناسب، الفرصة المناسبة، حد يجي يساعدك. احب افاجئك واقول لك مفيش كلام ده. لو انت مستني النجاح يجيلك والفرصة تجيلك والوقت المناسب يجي، هتفضل طول عمرك مستني. مفيش مفيش حاجة هتتغير طالما انت مستني. ولا الفرصة هتيجي ولا الساعة المناسبة هتيجي، هتفضل زي ما انت. فلازم تبدأ بنفسك حتى لو بداية صغيرة. مش لازم تبقى معاك استوديو عشان تبدأ تصور فيديوهات زي دي. انا كده كده مفيش استوديو، أوضة اهي، أوضة عادية خالص. سند التليفون، سماعة معايا من زمان، بسجل عادي. مش مستني استوديو، مش مستني مايك، مش مستني كاميرا، اي حاجة. المهم الفكرة بتوصل، المهم ان انت بتغير من نفسك كل يوم. اخر حاجة، خليك فاكر ان النجاح تضحية. عايز تنجح تعمل فلوس اكتر، هتيجي على حاجة قصادها. مش هتعرف توازن بين الشغل والبيت. هتشتغل اكتر، هتقعد في البيت اقل. هتشتغل اكتر، هتنام اقل. لازم تضحي. هتشتغل اكتر، مفيش خروج، مفيش سهر، مفيش لعب، عشان مفيش نجاح بيجي من غير تمن. حطها نقطة في راسك. بس فلو كنت فاكر ان النجاح حظ او صدفة، يبقى انت فاهم النجاح غلط. النجاح الحقيقي انضباط، صبر، استمرار، تكرار. بس فلو وصلت هنا، اكتب لي في الكومنتات واكتبوا لي فكرة فيديوهات جديدة عايزين نعملها. بس وما تنساش تشترك عشان الفيديوهات الجديدة، عشان الفيديوهات الجديدة هتكون أقوى بكتير. بس